بمناسبة ان النهاردة 14 فبراير وده يوم مميز بالنسبة لاخواتنا المرتبطين، وطبعا واضح من لبسي وواضح من عنوان الحلقة ان احنا نتكلم عن ايه. الحلقة دي النهاردة بعنوان عيد الحب اللي هو الفالنتاين، يوم ريحته برفانات حريمي ويوم كله دباديب وتلزيق. طبعا ده مش عيد لان احنا عندنا الاعياد عبادة، ولا حتى مناسبة رسمية فبتاخد اجازة. ده هو كده حاجة بايخة اتحطت في نص السنة كده عشان تبين علينا. وطبعا بما انه بيتكلم عن الحب فانا عشان بجري ورا الترند هتكلم برضه عن الحب، ولكن من منظور العلم وليس المحن. الحب هو احساس سامي، وهو اكتر احساس تغنى بيه الشعراء والمغنيين منذ فجر التاريخ، والانسان بيتكلم عن الحب، واكتر مواضيع الاغاني بتتكلم عن الحب، والحزين منها بيتكلم يا اما عن فقدان الحب او عن الخيانه. ما تكلمنيش عن الخيانه لو ما شفتش كليب نارة ايد بتاع استاذ اشرف الشريعي، حاجه يعني بنت. الراجل دخل لقى مراته بتخونه مع صاحبتها، وراح قال لها وهنتقابل وهنتكلم وهتسالني وصلت لفين، وهنتعاتب وهنتحاسب ذنب بذنب حساب ملكين. هنتعاتب وهنتحاسب ذنب بذنب حساب ملكين. حاجه يعني بص تخليك تجيب اللي في بطنك. الراجل كان عنده اجنده واحنا لسه بنبدا حياتنا 2013 وكان عنده اجنده ما شاء الله. سيبك من العبث ده وبعيد عن الاغاني الحزينه، تعال نبص على الشعراء وهم بيتنافسوا على اللي يكتب اجمل ابيات الشعر. الرجاله بتعلق على بعض والناس كلها بتتمزج. عندك المتنبي قال اني لا اهوى النوم في غير حينه لعل لقاء في المنام يكون. واحمد شوقي وصف الحب في شعره بانه ما الحب إلا طاعة وتجاوز وإن أكثروا صفاته والمعانية. وقال برضو ويهواك القلب ما عشت وإن أمت يطبع صدايا صداكي حتى الأقبري. وامرؤ القيس برضو قال وغرك مني إن حبك قاتلي وإنك مهما تأمر القلب يفعلي. شوية محن أورجانيك. تعال بقى ندور في الحب من منظور العلم. من منظور العلم الحب هو شيء ضروري جدا للكائنات الحيه، لكنها بتكون حاجات غرائزيه زي مثلا حب الام لابنائها او حب الاخوات لبعضهم. طبعا انا هنا بتكلم على البشر وعلى الحيوانات، ولكن في الانسان الموضوع اكبر شويه، وده طبيعي لان دماغ الانسان معقده وميوله كمان. المهم ان في علم الاعصاب بعض الدراسات بتقول ان الافتتان او الاعجاب بيؤثر بقوه في مراكز معينه في المخ، والمراكز دي مسؤوله عن الغرائز، بتدي اشارات بايوكيميائيه لا يعني كيميائيه حيويه، بتولد جواك احساس معين. ألف مبروك، ده الحب من أول نظرة. في بعض الأحيان تأثير الحب بيأثر على الغدد الصماء، وده اللي بيعمل تطور في العملية كلها. ده المايسترو، الغدد الصماء في الحب هي المايسترو، تلعب دور أساسي فيه. وعندك المخدرات والمواد الأفيونية بتدي إحساس مشابه للحب، وده اللي ممكن يولد أحيانا بعض أنواع الإدمان. سيبك من كل اللي فات ده، تعالى نتكلم عن الهرمونات نفسها اللي بتبقى موجودة أثناء الحب. عندك أول هرمون وهو الدوبامين، وده اللي بيديك إحساس الابتهاج والمتعة. وعندك الأدرينالين، ده بيديك الحماسة والاستثارة في الحب. وعندك الأندروفين والكورتيزول، ودول بيدوك الفرحة والسعادة العميقة. وعندك التستوستيرون وده شرح نفسه. المهم إن طول ما الإنسان ده بيحب الهرمونات دي موجودة، ولو حصل وإن شاء الله فركشه الهرمونات دي بتقل، وده بيدي إحساس الألم ودرجة من درجات اليأس، ومخك بيبدأ يستعرض ذكريات عشان يرفع شوية من مستوى الهرمونات كغريزة وكتطوير وكتعليم لدرس جديد، مش عشان الشخص ده وحشك ولا عشان انت مشتاق له. وعندك كمان الفرمونات انا كنت هنساها، وديت برضو بتلاقيها في البرفانات الحريمي، وديت بتزود احساسك او بتزود رغبتك في الحب وغيره. وهو تحديدا مش في الحب نفسه، هو في حاجه جنب الحب بره عننا. واحد ممكن يعترض ويسال طب ازاي الحب ده مواد كيميائيه؟ يعني واحد زي قيس وحبه الليله، واحد زي عنترة وحبه للعبلة، دول برضو كانوا مواد كيميائية؟ كانوا مواد كيميائية. بس الأول خلينا نحلل شخصية الاتنين، ونبدأ أول حاجة بقيس. قيس ابن الملوح نوع حبه لليلى بيكون فيه مستويات السيروتونين منخفضة جدا، والسيروتونين ده نوع من أنواع النواقل العصبية اللي مسؤولة عن الطمأنينة والسعادة، ولما بينخفض جدا بيحصل اضطرابات نفسيه. يعني من الاخر قيس ما كانش في كامل القوى العقليه من اساسه، او كما قال استاذ كويم السكينه سرقاه. المهم ان نقص السيروتونين ممكن يخليه يعمل تصرفات مجنونه وغير واعيه، وده بيفضل لفتره لحد ما الجسم يبدا يعتاد على الجرعات العاليه، وده بيكون بالتدريج، وده كحد اقصى ممكن ياخد من 24 ل 36 شهر، ودي اقصى حاجه، وكده يعتبر انت عملت موف اون. حد ممكن يسال يقول طب اللي بيقعد اكتر من كده عشان يعمل موف اون يا مستر زياد، ده ايه رأي العلم فيه؟ ده رأي العلم فيه انه اسمه كهن، هو ماكسيمم من 24 ل 36 شهر بس. خلينا نشوف الشخصية التانية، عنترة بن شداد. عنترة حبه الليلة كان بسبب حبه في المنافسة، مش حب الليلة كذاتها. هو كان عايز يثبت بس لابوه ولعمه ان هو
يستحق يكون انسان حر مش عبد. طبعا انت كده شايفني بكسر الثوابت، ولكن في الحقيقه المصادر بتقول ان عنترة تزوج 7 مرات وعبلة كانت من ضمن ال7. ده غير ان كان ليه علاقات تانية وخيانات تانية وليه ابناء غير شرعيين كمان. وعبلة كانت عارفه انه توكسيك، بس جس وات كان فيكسم. لا فعلا عبلة كانت عارفه ان هو بيخونها، وقالت لو ملك عنترة 1000 امراه ما يريد سواي. نهايه الحب هو احساس سامي وايجابي جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام شبه الحب بالرزق في حديثه عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال لقد رزقت حبها. أهم حاجة لو هتحب إياك تتجه للمنظور الحديث أو المنظور الغربي اللي ممكن يكون فيه بعض العادات وممكن يكون فيه بعض التفاصيل شاذة على مجتمعنا وكمان حرام، والأفضل تبدلها بسنن النبي سواء في الحب أو في غيره. وبس كده. عارف ان الحلقه ديت ممكن تكون صغيره، بس زي ما قلت انا بتشعبط في اي ترند. يعني كام يوم هتلاقيني فاتح لايف وانا بصلي اصلا التراويح. المهم لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتنزل تبص تحت هتلاقيني سايب لك لينك التيك توك بنزل عليه فيديوهات قصيره ومفيده، اكيد هتعجبك. وبس كده، سلام.